تخيلوا راجل يرجع بيته اللي كان ملجأه وقلبه، يلاقي مراته اللي كانت نور عينيه في حضن صاحبه اللي كان زي أخوه، غرقانين في لحظة مقرفة تحرق القلب. تخيلوا لما تكتشف إن الثقة اللي بنيت عليها حياتك كلها كانت كدبة، وإن أقرب الناس ليك اللي فتحت لهم قلبك وبيتك يطعنوك بخنجر الخيانة. دي حكاية أحمد، راجل مصري أصيل من لحم ودم، عاش حياة مليانة حب وأحلام، بس اكتشف إن الدنيا ممكن تبقى أقصى من أي كابوس. قصة طويلة مليانة دراما، صدمات قوية، أحداث حادة، وتفاصيل هتخليكوا تعيشوا كل لحظة توتر، وجع وانتصار. من الشك اللي بدأ زي الشرارة الصغيرة لحد الخيانة اللي غيرت حياته، وكمان البداية الجديدة اللي كتبها بإيده. لو عايزين تعرفوا القصة كاملة كملوا معانا، وما تنسوش اضغطوا لايك، اشتركوا في القناة، واكتبوا تعليقكم. يلا ندخل في حكاية أحمد. أنا أحمد، راجل من عين شمس، 35 سنة. كنت عايش حياة كنت فاكرها مثالية. من يوم ما اتجوزت سلمى حسيت إني أسعد واحد في الدنيا. سلمى كانت بنت زي القمر، عينيها بني دافية زي القهوة، بشرتها ناعمة زي الحرير، وابتسامتها كانت بتنور حياتي. كانت هادية، طيبة، ومحبوبة من كل اللي يعرفوها. كنت دايماً بقول للناس أنا محظوظة إني لقيت واحدة زي سلمى، دي مش بس مراتي، دي دنيتي كلها. عشنا في شقة صغيرة في عمارة قديمة، بس كانت دافية بالحب والحنان. كل يوم أرجع من الشغل ألاقيها مستنياني بأكلة سخنة من اللي قلبك يحبهم، ولابسة فستان جميل بيبين ويبروز جمالها، وبتضحك لي ضحكة تخليني أنسى تعب اليوم كله. كنا بنقعد بالليل نحكي، نضحك، وأحيانا نترمي في حضن بعض، نعيش لحظات حب مليانة شغف. كنت بقول لها يا سلمى انتي نور قلبي، مش هعيش من غيرك، وهي ترد بصوتها الناعم وانا كمان يا احمد، انت كل حاجة بالنسبة لي. كنت بشتغل محاسب في شركة متوسطة، راتبي مش كبير، بس كنت بجيب لسلمى كل حاجة تتمناها. مرة اشتريت لها طقم دهب، مرة فستان شيك، وكنت دايما بحاول أفرحها. كنا بنحلم نكبر، نجيب شقة أكبر، ويمكن نعمل مشروع صغير سوا. صاحبي علي كان زي أخويا، عشرة عمر من أيام المدرسة. كنا بنشارك كل حاجة، الأكل، الضحك، الأسرار. علي كان وسيم، عينيه خضرة، ودايما بيضحك. كان عنده كاريزما تخلي الناس تحبه بسرعة. لو عندي شغل زيادة أو سفر كنت بقوله يا علي خلي بالك من سلمى لحد ما أرجع، هي أمامة في رقبتك. وهو يضحك ويقول ما تقلعش يا صاحبي، دي أختي. كنت واثق فيه زي ما أنا واثق في نفسي. مع الوقت بدأت ألاحظ حاجات صغيرة زي الشرارة اللي بتنذر بحريق. علي بدأ يجي البيت أكتر من اللازم، خصوصاً لما أكون في الشغل. أرجع ألاقيه قاعد مع سلمى في الصالة بيشربوا شاي وبيضحكوا على حاجات مش مفهومة. مرة لقيت سلمى لابسة عقد دهب جديد شكله غالي، سألتها ده منين؟ قالت بابتسامة متوترة هدية من صديقتي نرمين. بس أنا عرفت إن نرمين مش من النوع اللي يشتري هدايا غالية. قلبي حس إن في حاجة مش صح. سلمى بدأت تتغير شوية شوية، كانت تقضي وقت أطول قدام المراية، تلبس فساتين ضيقة تبرز جسمها، وتضع عطر قوي. كنت بحسه غريب. في الليالي الحميمة كنت بحس إنها مش موجودة معايا، عينيها بعيدة زي لو في بالها حاجة تانية. مرة وأنا بحضنها سمعتها بتمهس اسم علي في نومها. قلبي اتخض، بس قلت لنفسي ممكن سمعت غلط، أكيد ده حلم. علي كمان بدأ يتصرف بغرابة، كان بيمدح سلمى قدامي كتير، يقول يا بختك يا أحمد، مراتك زي الملكات، يا بختك بيها. ومرة وهو سايب موبايله عندي لقيت رسالة من سلمى مكتوب فيها مشتاقة ليك. لما سألته قال دي واحدة اتعرفت عليها جديد اسمها سلمي. وبعدين يا عم مفيش غير مراتك اللي اسمها سلمى ولا ايه؟ صدقته، بس الشك بدأ يتسلل زي السم في قلبي. في يوم رحنا السوق سوا، وشفته بيشتري برفان حريمي فاخر، ولما سألته قال لي لأمي، بس أنا عرفت إن أمه مش بتحب العطور. سألته مش غريبة شوية؟ ضحك وقال يا عم أنت مركز معايا قوي ليه كده؟ بس عينيه كانت بتتهرب مني. الشك زاد، وصرت أفكر هل في حاجة بينهم؟ بس كنت بقاوم الفكرة
عشان ما أقدرش أصدق إن أقرب الناس ممكن يخونوني. الدراما بدأت تولع لما واجهت سلمى المرة. رجعت من الشغل متأخر، لقيتها ماسكة الموبايل بتضحك وبتكتب بسرعة، وأول ما شافتني قفلت الشاشة بسرعة. سألتها بتكلمي مين؟ قالت صاحبتي نرمين. بس أنا زعقت إيه السر اللي بينك وبينها؟ وريني الموبايل. رفضت ودار بينا شجار درامي. صرخت فيها انتي بتخبي ايه؟ بكت وقالت انت مش واثق فيا، انا تعبانة من شكوكك. هديتها بس جوايا كان قلبي بيتحرق. علي جه في اليوم ده وسمع الخناقة، حاول يهدينا وقال يا أحمد انت ومراتك عاقلين، وانت عارف مراتك ما تعملش كده. بس لاحظت نظرة بينه وبين سلمى، نظرة مليانة أسرار. بعد كده بدأت أحلم أحلام صعبة، أشوف سلمى مع علي بيضحكوا عليا، واصحى عرقان قلبي بيدق زي المجنون. مرة في لحظة ضعف فتحت موبايل سلمى وهي في الحمام، لقيت رسائل محذوفة بس كان في كام كلمة متبقية. حبيبي الليلة وحشتيني. حسيت إن الدم بيغلي في عروقي. لما واجهتها قالت لي ده موبايلي الخاص، انت مالك؟ الشجار كان كبير. صرخت فيها أنا جوزك، من حقي أعرف إيه؟ بكت وخرجت من البيت، راحت عند أمها. بعد يومين رجعت وكأن شيء ما حصلش، بس التوتر زاد. علي دعاني العزومة عنده ولاحظت إن سلمى راحت قبلي وقعدت معاه لوحدهم ساعة. لما رجعت سألتها كنت بتعملي إيه؟ قالت كنت بساعده في ترتيب العزومة، بس عينيها كانت بتكذب. الشجار بقى يومي، وكل مرة كنت بحس إني بفقدها وإن علي بياخدها مني. في يوم الشك وصل لأعلى حد. كنت في الشغل وحسيت إني لازم أرجع البيت بدري. ما قلتش لسلمى إني جاي عشان أشوف الحقيقة بنفسي. الساعة 4 العصر، الباب مقفول، الأنوار مطفية. فتحت بهدوء، قلبي بيدق زي الطبل. سمعت أصوات همس من أوضة النوم، أصوات مليانة شغف وحرارة، أنفاس تقيلة وضحكات مكتومة. مشيت خطوة خطوة وفتحت الباب ببطء، وهنا شفت المشهد اللي حرق قلبي. مشهد مقرف دمر كل حاجة حلوة في قلبي. سلمى مراتي عريانة تماما في حضن علي، أجسامهم لازقة في بعض بيتبادلوا القبولات، إيده على جسمها وهي بتتمتمن بكلام حب وشوق. الرولفة كانت مليانة ريحة العطر اللي اشتراه علي، والسرير كان فوضى زي لو كانوا في عالم تاني. حسيت إن الأرض بتتهز، قلبي بيتقطع وعينيا مليانة دموع بتحرق كأنها دموع من الجحنم. سلمى لمحتني، صرخت صرخة عالية جدا أحمد، وقامت تحاول تغطي نفسها بملاية. علي جري زي المجنون بيحاول يلبس هدومه. يا أحمد اسمعني، دي غلطة. بس أنا كنت واقف زي التمثال مش قادر أتحرك. الورع كان بيحرقني من جوه. حسيت إن عمري كله كان كدبة. زعقت بصوت مكسور إزاي تعملوا كده؟ أنت مراتي وأنت أخويا. سلمى ركعت على الأرض بتبكي. أحمد أنا أسفة، كانت لحظة ضعف. علي حاول يمسك إيدي. يا صاحبي أنا مش أقصد، بس أنا زقيته وزعقتله، أنتوا حرقتوا قلبي. خرجت من أوضة النوم زي المجنون، جريت على المطبخ وسحبت أكبر سكينة ودخلت عليهم عشان أنتقم لشرفي اللي مرمطوه في الأرض. بس للأسف الجيران كانت سمعت زعقنا وصوات سلمى وهي بتترجاني. ما ضيعش نفسي، الجيران كسروا الباب وملوا الشقة وشافوا كل اللي حصل. اتصلت بالشرطة وعملت لهم محضر إثبات حالة، وسبت البيت ورايا وأنا حاسس إني مخنوق مش قادرة أتنفس. الأيام اللي بعدها كانت زي الجحيم. سبت البيت ورحت عند أمي في شقة قديمة في الحدايق. كنت قاعد لوحدي بفتكر كل لحظة عشتها مع سلمى. كنت بشوف طفها في كل ركن، ضحكتها، لمسة إيدها، لحظاتنا الحميمة اللي كنت فاكرها مليانة حب. كنت ببكي زي الطفل وبسأل نفسي كله كان كدب. علي حاول يكلمني، بعتلي رسايل كتير، يا أحمد أنا غلطان سامحني، بس أنا حذفته من حياتي. سلمى كمان بعتت رسايل بتقول أحمد أنا بحبك، كانت غلطة واحدة. بس الكلام ده كان زي السم. كنت بفتح صورنا القديمة وبشوفها بتضحك في حضني وبسأل نفسي كانت بتمثل؟ في الشغل كنت زي الزومبي. زملائي لاحظوا إني متغير بس محدش عارف الحقيقة. مرة وأنا لوحدي في المكتب سمعت أغنية كنا بنحبها
وبكيت لحد ما عيني جفت. في لحظة يأس مسكت حبل وفكرت إني حياتي، بس أمي دخلت في اللحظة دي، بكت وحضنتني. يا ابني أنت أقوى من كده. دموعها رجعتني للحياة. النار زادت لما سلمى جت عند أمي، ركعت قدامي وقالت: أحمد ارجع، أنا ندمانة. بس أنا بصيت في عينيها وشفت واحدة خاينة ومقرفة. قلت لها: الحب اللي كنتي بتقولي عليه ماتت زي اللبن الطاهر اللي بيقع على الأرض في التراب، ما ينفعش يتلم ويتشرب تاني. علي كمان جه وحاول يصالحني، طردته وهددته إني لو شفته تاني مش هيحصل كويس. زعق وقال: انت اللي غلطان، ما كنتش عارف تسعد مراتك. كنت هضربه بس أمي مسكتني. بعد شهور من الوجع قلت لنفسي: يا أحمد، أنت مش ضحية، الخيانة دي مش نهايتك. قررت أطلق سلمى، بس بعد ما أشوف المحكمة هتحكم بإيه. المحكمة كانت دراما لوحدها. سلمى وقفت تبكي قدام القاضي: أحمد أنا بحبك. بس أنا كنت مصمم. لما القاضي نطق بالحكم عليها واتحبست، رميت عليها يمين الطلاق في المحكمة. حسيت إن حمل تقيل اتشال من عليا. بعد الطلاق قررت أبدأ من جديد. نقلت شغلي لشركة أكبر في مدينة نصر، وبدأت أوفر فلوس. اشتريت شقة صغيرة وقلت دي بدايتي. بدأت أروح الجيم، أبني جسمي، أخرج مع زمايلي الجدد، وأرجع أضحك. النار بدأت تهدى، وبدأت أحس إني بسترجع نفسي. في يوم سمعت إن سلمى حاولت تتجوز علي، لكنه قال لها: زي ما خنتي جوزك معايا سهل تخونيني مع حد تاني، انتي رخيصة وما أقدرش أسلمك اسمي وشرفي. وسمعت كمان إن علي سافر برا مصر وسلمى بقت عايشة لوحدها. بس أنا ما كنتش بفكر فيهم، كنت بفكر إزاي أعيش حياة أحسن. بعد سنتين بقيت أحمد تاني بس أقوى. افتتحت مكتب محاسبة خاص بيا، وبدأت أساعد الناس في الحي. الناس بقت تحكي عني: أحمد اللي وقع وقام زي الأسد. قابلت مي، بنت هادية وطيبة، شافت فيا الراجل اللي بيحترم نفسه. بدأنا نتكلم وحسيت إن قلبي بيرجع يدق. بس المرة دي كنت حذر، وقلت مش هخلي الخيانة تحكمني تاني. النهاردة أنا متجوز مي، وعايشين حياة مليانة حب حقيقي. مشروعي كبر، وأنا بقيت رمز في الحي. الخيانة حرقتني، بس خلقت مني راجل أقوى عارف قيمته. يا جماعة، دي كانت حكايتي، حكاية أحمد اللي شاف الخيانة من أقرب الناس، بس قرر يقوم ويكتب حياته من أول وجديد. لو عجبتكم القصة اضغطوا لايك واشتركوا في القناة واكتبوا تعليقكم. انتوا شايفين اني عملت الصح لما سبت سلمى وعلي، ولا كان المفروض أنتقم منهم؟ احكولي رأيكم، ومستنيكم في الفيديو الجاي.